السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة جدا مع الشيف إبراهيم حسن. هنعمل مع بعض صينية البسبوسة بتاعة المحلات والمصانع اللي بتكون بني من جوه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا هنعملها بدون خلاط ولا تعب خالص، حاجة جميلة زي ما انتم شايفين. اللون بتاعها بيتكلم عن نفسه، يعني انا مش لازم اتكلم، اللون بتاعها ذات نفسه بيتكلم عن نفسه. شايفين الشكل عامل ازاي، والطعم مش عايز اقول لكم، حتى الترميله بتاعتها تحفه. يلا بينا في الاثناء دي هنبدا نجهز المكونات بتاعتنا، والمكونات بتاعتنا بسيطه جدا. اول حاجه هنجيب بوله هنضيف فيها كوبايتين سميد زي ما انتم شايفين كده، مع كوبايه حليب، ويفضل كوبايه الحليب هنا تكون دافيه، مع نص كوبايه جوز هند، ونص كوبايه سمنه، وكوبايه الا ربع سكر. المكونات دي غير مكونات الشربات خالص، هي دي مكونات البسبوسه بتاعتنا. طبعا في الاثناء دي هنروح على البوتاجاز ونبدا نحط حلة او كزرولة زي ما انتم شايفين كده، هنضيف فيها الكوباية الا ربع سكر. وهو ده سر الصنعة بتاع المحلات. كده زي ما انتم شايفين السكر بتاعنا بدأ يكرمل اهوت. هنبدأ نقلب السكر بتاعنا اهو كرمل معانا. في الأثناء دي هنبدأ نضيف كوباية الحليب الدافية. طبعا في الأثناء دي هتلاقي السكر كلكع معاكي، ما تقلقيش خالص. هنبدأ نهدي النار بتاعتنا ونبدأ نقلب واحدة واحدة لحد الكلاكيع ما تروح خالص من الشربات بتاعنا أو السكر بتاعنا. وبعد كده هنضيف نص كوباية السمنة زي ما انتم شايفين اهو. ضفنا نص كوباية السمنة خلاص كده، النار هادية خالص كده، طفينا النار على الخليط بتاعنا اللي احنا هنضيفه على السميد. في الأثناء دي هنعمل السيرب بتاعنا أو الشربات بتاع البسبوسة، لأن البسبوسة تحب الشربات يكون بارد. حطينا كوبايتين سكر، هنضيف عليهم كوباية ونص مية وعصرة ليمونة لمدة 7 دقايق، لمدة 10 دقايق بالظبط على النار، ونطفي على السيرب بتاعنا. يلا بقى نرجع نقلب الخليط بتاعنا اللي هو بتاع البسبوسة الأساسي. كده كوبايتين السميد اهمت في البولة. رشينا بس رشة خفيفة بيكنج باودر، وهنضيف ذرة ملح، وبعد كده هنضيف نص كوباية جوز الهند. هنجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه بتاع البسبوسة، وهو ده السر بتاع المحلات. كده خلاص ضفنا الخليط بتاعنا بتاع البسبوسة اهوت. شايفين اللون يا جماعة، حاجة بسم الله ما شاء الله، سهلة وبسيطة جدا ومش محتاجة اي مجهود ولا اي تعب. هنبدأ نقلب السميد مع الخليط بتاعنا السائل بتاعنا، هنخليه يدوب خالص، ما نخليش كله يتجانس مع بعضه، ما نخليش فيه حاجة ما تشربش، لازم كله يشرب. طبعا لو مفيش سباتيولا زي كده ممكن حضرتك تلبسي كيس او حضرتك تلبس كيس وتخليهم وتقلبهم مع بعض زي ما انت شايف كده. بعد كده هنجهز بقى الصينية بتاعتنا الجميلة، ندهنها سمنة، ونبدأ نضيف الخليط بتاعنا ونوزعه بالتساوي على الصينية بتاعتنا قبل ما ندخلها الفرن. في الأثناء دي بنكون مولعين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، ونسيبها بقى ترتاح. هنسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة بالظبط، وبعد كده نبدأ نقسمها. لو حابة حضرتك تدخلها على كده مفيش مشكلة. أنا هنا قطعتها تقطيعة زي بتاعة المحلات اهيت، وضفت عليها كام واحدة سوداني من على الوش كده. لو في مكسرات عندك تانية حضرتك ممكن تضيفيها. كده احنا مولعين الفرن بتاعنا، هندخلها الفرن على درجة حرارة 180. هنا طلعت البسبوسة الجميلة بتاعتنا، حاجة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة الجمال والحلاوة عاملة ازاي؟ طبعا في الأثناء دي يا جماعة بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف إبراهيم حسن.